زباين طالبه سبانخ اهي دلوقتي بتتقطع، وبتتقطع عليها كزبره. بتجهزيها ازاي بقى؟ انت بتقطعيها بتسلقيها ولا بتعملي لا ما بسلقش، اما بتتسلق بتسمر. تيجي تطلعيها من الفريزر تسمر. انا بغسلها انقعها حلو مره واثنين وثلاثه، وحط عليها الكزبره، واروح غسلاها ودعكاها حلو ومصفياها قوي، واسيبها تتصفى وعباها اكياس وتتحط في التلاجة. ست البيت لما تيجي تطبخ السبانخ بعد ما بتسبك الطماطم بتاعتها تروح ساقطه كيس السبانخ، تطلع من الفريزر تروح ساقطه، تبقى معاها السبانخ زي اول السنه. انت بقى مجهزاها لها على الطبيخ؟ على الطبيخ على طول. طب في الموضوع ده منتشر بين الستات ان هم بيجهزوا الطبيخ؟ في ناس كتير بتعمل. في ناس كتير، في واحده جنبي بتعمل. طب ايه اللي يميز حضرتك عن واحده تانية؟ انا نظيفه، عشان انا الحمد لله اهلي علموني النظافه وعلموني الحاجه دي بتتعمل ازاي، خدت طبعهم. فعشان كده زبايني بتتصل عليا بعمل لهم كل حاجه، متقطعه قدام حضرتك اهيت، بنشيل كل حاجه وحشه قدامك اهي باينه يعني. وما بنحطش حاجه وحشه فيها، لان طبعا دي لازم حاجه امانه. ايوه الناس بتعاملنا بضمير، فاحنا هنعاملهم بضمير. هو اللي احنا عايزينه بيدوه لنا.